هقولك على معلومة مهمة جدا وعايزك تركز معايا عشان المعلومة دي هتفيدك فيما بعد وهتريحك من كلام كتير بيدور في دماغك. ليه انا لما ممكن استخدم عطر بعد اسبوع لما الازازة بتنقص او في اخر الازازة احس ان العطر ده ريحته مش موجودة، على الرغم ان من الطبيعي ان العطر في الاخر اخر شوية في الازازة بيكونوا اقوى واتقل، وده بسبب تخمر مكونات العطر وامتزاجها او بالبلدي التعتيق. المشكلة دي بتقابلك بسبب ان انت طول الفترة اللي فاتت الانف بتعتاد على العطر ده، فبالتالي بعد كده بتتلاشى الرائحة او بالبلدي بتاخد عليها. الموضوع ده هيقابلك باشكال كتير جدا. ممكن عطر يكون عالي جدا في الاداء، ترشه تستخدمه وتكون مبسوط بيه وكل الناس تعلق عليه، والعطر يكون ثابت وفواح وانت نفسك بتلاحظه انه بيقعد في الملابس بالايام وبعد كده مش بتشم منه اي حاجة خالص. برضو ده بسبب ان العطر عالي في الاداء. العطر كل ما يكون عالي كل ما ريحته بتكون متواجدة في المكان، خاصة في الغرفة اللي انت بترش فيها العطر ومكان الملابس ومكان الدولاب والمكان اللي انت قاعد فيه على طول العطر متواجد، فشيء طبيعي ان انت مش هتشمه زي الاول، وده شيء طبيعي ودي نعمة ربنا خلقنا بيها ان احنا بنعتاد على كل حاجة محيطة، وده شيء طبيعي. دلوقتي انت لو بتستخدم ادوية على مدى طويل وبتاخدها لمدة سنين، الجسم بعد كده مش بياخد على الادوية دي وفي نفس الوقت مش بتدي فاعلية، وبتضطر تروح للدكتور عشان يغير لك نوع العلاج عشان الجسم اخد على العلاج اللي فات. وحاجات كتير جدا. لو انا قاعد في بلد فيها تلج اكيد هستحمل البرودة اكتر منك لو انت قاعد في بلد فيها حر، ومش هستحمل الحر اللي انت قاعد فيه، وده برضو بسبب ان انت اعتدت على الحر وانا اعتدت على البرودة. وكل ما العطر بيكون عالي كل ما انت هتاخد عليه بسرعة ومش هتشمه زي الاول. طب ليه دايما ممكن نستخدم عطور ونبقى شمنها كل يوم لمدة سنين وباستمرار؟ انا بقول الفكرة دي ممكن تكون في العطور الفريش، لان العطور الفريش مش قوية بحد ذاتها زي العطور التقيلة، والعطر بيقعد الكام ساعة وبيطير، فانت مش بتلحق تعتاد على العطر الفريش بالشكل ده. المعلومة دي مهمة جدا لازم تفهمها، لانك هتقابلها كتير جدا وانت بتستخدم عطور وهتتضايق وهيحصل مشاكل وهتقول العطر ده مش زي الاول والبراند ده ما بقاش زي الاول والحاجة اتغيرت والكلام ده. كل ما في الامر ان انت بتعتاد على العطر، وكل ما العطر يكون عالي كل ما مش هتشوفه. زي ما هتبص لكشاف يكون عالي مش هتشوف حاجة، ولكن تقدر تشوف الإضاءة الخفيفة والبسيطة. في ناس بعد كده بتشم مكونات غريبة في العطر على الرغم ان هم حافظين العطر ومتعودين عليه وبيستخدموه بقالهم فترة. يعني انا ممكن استخدم عطر وبعد فترة احس ان ايه ده في ريحة اخشاب، ايه ده في ريحة كحول، واشم حاجات غريبة في العطر. برضو ده بسبب ان انا بعتاد على العطر في القمة والقلب وبشم العطر بكل حذافيره. اقدر بعد كده الانف لما تتلاشى بعض المكونات اقدر اشم مكونات انا ما كنتش شايفها زي الاول. زي ما تكون قاعد في مكان كله ريحة عود، ولما حد يكون قاعد في المكان ده رشش فانيليا انت مش هتشم ريحة العود لانك قاعد فيه، ولكن هتشم ريحة الفانيليا لانها هتكون جديدة عليك. في بعض المكونات ممكن ما تشمهاش ولكن مع مرور الوقت تبتدي تشمها، وده بسبب ان انت ما كنتش ملاحظها في الاول واعتدت على المكونات العالية من العطر والواضحة من العطر، فابتدت تظهر معاك مكونات تانية. يا ريت اكون وضحت الامور دي لان دي هتقابلك كتير مع استخدامك في العطور، وهيحصل ان انت هتقفل من بعض العطور انك مش شاممها، وممكن تقفل من بعض البراندات. شكرا.